أول وسيلة ضغط هي المعونة. فلوس أمريكا بتديها لنا بدون ما تتردد، بتتقسم دعم عسكري ودعم اقتصادي، تعليم وصحة وزراعة وديمقراطية. المعونة بدأت من سنة 46 لكن زادت بشكل كبير امتى؟ بالظبط بعد ما وقعنا اتفاقية السلام سنة 79 مع اللي ما يتسموش. في 2024 مثلا المعونة وصلت حوالي 1.5 مليار. دي تالت أكتر دولة في الشرق الأوسط بتاخد معونات بعد اللي ما يتسموش طبعا. وبعد مين يا ترى؟ الأردن، إخواتنا وحبايبنا. لكن CNN وصفتها بإنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. الأردن للمفاجأة يعني سبقتنا واستقبلت 2.390.000 فلسطيني. ترامب طلب من الملك عبد الله يزود العدد، وهيطلب من السيسي يستقبل 1.5 مليون غزاوي ويبني لهم مساكن وتبقى مؤقتة وممكن تبقى طويلة الأجل. مصر بالفعل استقبلت أكتر من 9 مليون لاجئ، منهم إخواتنا السوريين والسودانيين. ترامب بيقول خدوا 1.5 مليون دول مش فارقة، ونبدأ بقى شغل في القطاع على نضيف. طبعا مش محتاجة محلل سياسي عبقري عشان يعرف إن دي تصفية للقضية، وللأسف صعب جدا نقول لأ.